قال ايه كيلو الرقاق الناشف ب50 جنيه، وكمان في 8 أو 10 رقاقات بس. طب تعالي بقى اقولك ازاي نوفره ونملوا البيت كله رقاق ناشف بأبسط طريقة، وكمان عشان رمضان جاي ووصفات رمضان الجميلة والأم علي. ويلا بينا يا حلوين نسمي الله ونبدأ على طول. معانا 2 كيلو دقيق، ضفت عليهم معلقة صغيرة ملح ولتر من المية، والمية بتكون عادية من الحنفية. ونبدأ كده نعجن، وطبعا تقدري تنصصي المقادير وتعملي بكيلو بس وتعجنيها بقى عجنة محترمة. وعجينة الرقاق الناشف بتكون ناشفة شوية، يعني مش بتلزق خالص زي ما انتوا شايفين كده، ده قوامها. وبعد ما عجنتها بقى عجنة محترمة هغطيها واسيبها ترتاح 5 دقايق. تمام، ونبدأ بقى على طول نشكلها كده. بعد ما ارتاحت هبدأ كده أقطع العجينة على قد الليمونة الصغيرة، كل قطعة على قد الليمونة الصغيرة، وما تكبريش القطعة عن كده. وطبعا بكون محضرة صينية عليها رشة دقيق، وابدأ كده أرصهم عليها، وطبعا بغطيهم برضو علشان وشهم ما ينشفش، ودي أهم حاجة. ونبدأ بقى بسم الله كده نفرد الرقاق الناشف بتاعنا. وبكل بساطة وسهولة ناخد أول قطعة قطعناها، وندي كده رشة دقيق، ونحط القطعة كمان عليها رشة دقيق. وهنا مهم جدا الدقيق علشان ما تلزقش منك. وتبدأي كده تفرديها بالنشابة بالشكل ده. وأمي طبعا ربنا يديها الصحة معلمة في مسكة النشابة، ادعولها بقى في التعليقات إن ربنا يديها الصحة ويديمها ليا يا رب. وطبعا الحلوين اللي بيقولوا مش هنعرف نستخدم النشابة او ما عندناش، ما نسيتكوش، عملتلكوا واحدة بالمبينة بكل بساطة وسهولة برضه هتقدري تعمليه. بصي، اهم حاجة من جوه لبره كده بالشكل ده تبدأي تفردي بالمبينة، وكمان في النص كده وانتي بتفردي ترفعي قطعة العجين وتحطي اديها رشة دقيق كده من تحت علشان ما تلزقش منك، ومن جوه لبره كده بالمبينة بكل بساطة وسهولة. ادي الرقاقة عملناها، واهم حاجة يكون سمكها رفيع جدا. ويلا بقى نسوي الرقاق بتاعنا في الفرن على فرن سخن كده. ندخل الرقاق، وطبعا تبدأي تحركيه كده لحد ما يستوي، وما بياخدش اي وقت خالص، يا دوبك كده يدخل الفرن تحركيه كده يمين وشمال وتطلعيها. وبصي بسم الله ما شاء الله، رقاقة ناجح جدا وتحفة بجد. ودايما كده نصلي على النبي كتير ونذكر الله، وبجد الحاجة بتاعتنا هتطلع فيها بركة وناجحة بإذن الله من أول مرة. واهم حاجة لما تخرجي الرقاق من الفرن لازم كده ترصيه فوق بعض وتسيبيه في الهوا. يعني اهم حاجة ما تغطوهوش خالص لما يخرج من الفرن علشان الهوا كده ايه ينشفه. تمام. وبصوا بقى بسم الله ما شاء الله، كمية محترمة جدا. طبعا احنا عاملين 2 كيلو دقيق وطلعوا معانا 3 رصات. بسم الله ما شاء الله، الرصة فيها اكتر من 20 رقاقة. واستنوا مني وصفات جاية كتير بالرقاق الناشف، وعشان توصل لكم اعملوا متابعة ولايك